عارفين ايه اللي موجود في الشنطه دي؟ قبل ما اقول لكم تعالوا خدكم على احلى مكان فيه خضار وفاكهه من كل حته في العالم. في الطبيعي الناس بتيجي هنا تجرب اكل جديد، لكن اكتر حاجه لفتت نظري هي الخضار والفاكهه. كل نوع خضار او فاكهه موجود بكل الوانه، سبحان الله. حاجات انا كنت جربتها قبل كده وحاجات كنت اول مره اجربها واشوفها. انواع والوان الطماطم حلوه قوي، والفواكه بكل انواعها، سواء اللي احنا مجربينها قبل كده بس في الموسم بتاعها او الحاجات الغريبه، يعني مثلا البرتقال الاحمر وكمان تفاح ده احمر من جوه، والجزر الابيض اللي جربته لكم قبل كده، وكمان الجزر البنفسجي والاصفر. اللذيذ بقى ان كل بلد في العالم بتيجي تعرض منتجاتها هنا، والفواكه الاستوائيه كلها موجوده زي الموز الاحمر والدراجون فروت والرامبوتان، وكمان فواكه مصريه بس موجوده باحجام مختلفه. المكان مش بس فيه فاكهه وخضار، ده كمان فيه حاجات تانية كتير زي حاجات هاند ميد واطباق وجبن ولحوم، والحاجات المشهوره عندهم الليمون باللافندر والفراوله بالشوكولاته. قولوا لي لو رحتوا المكان ايه اكتر حاجه هتعجبكم، وخمنوا ايه اللي موجود في الشنطه. ما كانش ينفع اسيب المكان ده قبل ما اجيب اكتر حاجه بحبها وهي البنجر. ما جبتش نوع واحد بس، انا جبت 3 انواع مختلفه. لو معديين بالصدفه مش هتلاحظوا جمال الخضار ده الا لو فتحته، لان شكله من بره عادي جدا، بس اول ما بتقسموه نصين سبحان الله الالوان خطيره وتقسيم الدواير من جوه. يعني ده مثلا اسمه بنجر ذهبي، وفي بنجر تاني اسمه كاندي كين علشان شبه الكاندي جدا من جوه، لونه ابيض في بينك، وده البنجر العادي اللي احنا متعودين عليه. التلاته شكلهم احلى من بعض، وطبعا فوائدهم مختلفه وليهم استخدامات كتير. استنوا الفيديو اللي جاي عشان تشوفوا الحاجات التانية اللي انا جبتها معاه والسلطات اللي عملتها بيهم، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر الذهبي، تعالوا اقول لكم كل حاجه عنه. اول ما تشوفوه هتلاقوه عادي جدا شبه البطاطس اصلا من بره، بس اول ما تفتحوه هتلاقوه شكله حلو قوي، الوانه حلوه، طعمه مسكر شويه اكتر من البنجر العادي، ومش بتحسوا بالطعم الترابي اللي ممكن تحسوه لما بتاكلوا البنجر ني. اللذيذ فيه ان هو ممكن يتاكل ني زي ما هو، او ممكن يتعمل زي البنجر العادي بنشويه في الفرن. انا بحب احطهم في ورق فويل وادخلهم في الاير فراير، واول ما بيطلع القشره بتاعته بتتقشر بكل سهوله، وممكن تقشروها بايديكم عادي من غير سكينه. بالنسبه للفوائد الموجوده فيه هي تقريبا زي البنجر العادي، بس فيها فيتامين سي اعلى، وانواع مضادات الاكسده مختلفه في الاتنين. والبنجر العادي فيه صبغات طبيعيه يعني يقدر يصبغ الاكل اللي بيتحط عليه، لكن البنجر الذهبي لا، مش بيعمل كده. يلا نجربه في سلطه سوا. انا كنت عايزه ابين طعمه اكتر فما حطيتش حاجات كتير في السلطه، فحطيت ميكس سلطه كده فيه ورق اخضر ومعاه بنجر متقطع شرايح. حطيت البنجر الذهبي من فوق وقطعته دواير علشان شكل الدواير بتاعته الحلوه ما يضيعش. عليهم جبنه فته ورشه ملح ورشه زيت زيتون. وكمان عملت النوع التاني من البنجر بنفس الطريقه، هقول لكم على الفيديو اللي جاي. قولوا لي لو جربتوه قبل كده ولا لا، وقولوا لي ايه اغرب نوع خضار جربتوه، وبالهنا والشفا. اول مره اجرب البنجر المخطط، وده بعد ما جربت البنجر الذهبي. فتعالوا اقول لكم كل حاجه عنه والفرق بين هو من بره زيه زي اي نوع بنجر انتوا ممكن تكونوا جربتوه، لكن من جوه اول ما بتفتحوه بتلاقوه مخطط كده. بيسموه كاندي عشان شبه الكانديز او الحلويات، وليه اسماء تانية كتير لانه شبه اللعبه اللي بنرمي عليها اسهم. طريقه تحضيره عاديه جدا، بنشويه زي البنجر العادي، وممكن يتاكل ني لانه ما فيهوش الطعم الترابي اللي موجود في البنجر العادي، وممكن يتعمل مخلل بيبقى طعمه حلو قوي. انا هنا عملته في سلطه، في ميكس سلطه فيه ورق اخضر وورق بنجر وجبنه فته ورشه زيت زيتون ورشه عسل. فوائده بقى خطيره، غني جدا بفيتامين A وسي وفوليك اسيد، وفي مضادات اكسده شبه شويه اللي موجوده في البنجر العادي. واحلى حاجه عجبتني فيه ان هو حلو قوي للاطفال، علشان هو اولا شكله حلو قوي ولونه جميل، والاطفال دايما بيحبوا ياكلوا الحاجات اللي فيها حاجات ملونه كتير، وكمان هيعجبهم قوي لان هو شبه الكانديز اللي هم بيحبوها بياكلوها. جربوا وقولوا لي رايكم، قولوا لي عايزين نجرب ايه تاني المره الجايه، وبالهنا والشفا. دي جبنه بطماطم، ودي اكتر اكله بحبها في الفطار من وانا صغيره، بس تعالوا ندلعها شويه ونعملها بطريقه مختلفه. اول فكره جت في بالي لما شفت الطماطم لونها اصفر وحلو كده، اني اعملها مع جبنه قريش بس بالبنجر. لو حطيتوا جبنه قريش مع بنجر وزيت زيتون ورشه ملح هيطلع لونها خطير كده وهيعجب الاطفال جدا. ومش شرط تحطوا عليها طماطم صفرا، ممكن تحطوا عليها الطماطم الحمراء العاديه، بس اهم حاجه لو اطفالكم اقل من 4 سنين تقسموا الطماطم نصين، رشه بقدونس من فوق وعليهم رشه زيت زيتون. حلوه قوي في الفطار مع عيش بلدي او عيش لبناني، او ممكن تاكلوها لوحدها خالص من غير عيش، وممكن تعملوها سندوتشات للاطفال في المدرسه، وكده تبقوا ضربتوا عصفورين بحجر، عملتوا حاجه طعمها حلو وشكلها حلو وفي نفس الوقت مغذيه للاطفال. جربوها وقولوا لي رايكم، بالهنا والشفا.